بعد ما قبض الحراس على سانجوكو وبوكيتا تم حبسهما في مخزن. قال بوكيتا للحارس: لماذا تم القبض علينا؟ نحن لم نفعل شيء. فقال له الحارس: اصمت وإلا ضربتك. وأغلق المخزن عليهم. فقال سانجوك: يبدو أنه تم الاحتيال علينا من قبل هذا التاجر، وفي نفس الوقت كان التاجر المحتال يعطي الحرس بعض النقود، وطلب منهم التخلص من بوكيتا وسانجوك، وأخذهم الحراس ناحية الجبل وكانوا يريدون قتلهما. لكن فجأة ظهر بعض الحراس وقالوا لهم: ماذا تفعلوا هنا؟ فتوتر الحارس الذي يعمل مع التاجر وقال: لقد قبضنا على هذين اللصين. فقال له الضابط: ما اسم قائدك؟ فلم يرد. فقال الضابط: اقبضوا على هذا المحتال، وهربوا بسرعة. واستطاع جنجوك فك وثاقه وضرب الضابط وربطه وأخذ ملابسه وذهب إلى التاجر المحتال وانتحل صفة الضابط، ودخل إلى بيته وقال للخدم: لا أحد يدخل علينا. ودخل على التاجر وقال له: أعطيني بسرعة فرو النمر، وهرب. فدخل الخدم على التاجر ووجدوه مقيد بالحبال، وبهذا استطاع سانجوك الحصول على ما يريد. وتم التحضير للقافلة التي سوف تسافر الصين، وسوف يسافر عليها سانجوك ووالده كسائس للخيل. فذهبوا بسرعة لكي يلحقوا بالقافلة، ووصلوا إلى مكان القافلة وذهبوا لكي يتم اختيارهم للعمل كسياس للخيل. لكن رئيس العمال قال لهم: لقد تم الاختيار بالفعل، اذهبوا من هنا، لقد تأخرتم كثيرا. فترجع والد سانجوك فغضب عليه وقال له: اذهب من هنا. وفي الصباح ذهب سانجوك ووالده مرة أخرى إلى رئيس العمال وقالوا له: نحن نستطيع التحدث بالصينية جيدا، وسوف نساعدكم كثيرا في رحلتكم. فقال لهم: لدينا كفايتنا من المترجمين والسياس، اذهبوا من هنا. فقال سانجوك: أرجوك سيدي، خذنا معك، أرجوك أتوسل إليك، خذنا معك. فغضب عليهم رئيس العمال غضبا شديدا وكان يريد ضربهما، لكن جاء له أحد الأشخاص وقال له: إن السيدة دايونغ تريدك. فذهب بسرعة لها، طلبت منه أن يأخذ سانجوك ووالده في القافلة كسياس الخيل. فقال: ولكن. فنظرت إليه بغضب فقال: حسنا سيدتي، سوف أفعل. فنادى عليهما وقال: سوف تذهبوا معنا. فشكروه جدا وفرحوا كثيرا، وبدأ الرحيل للقافلة. وقال الضابط للحراس: فتشوا الحمولة جيدا وابحثوا عن أي ممنوعات، واقبضوا على من يهرب الجنسينج بدون تصريح، والوثائق والذهب واللؤلؤ وفراء النمر. فنظر والد سانجوك لابنه وقال: ماذا يحدث؟ هل فراء النمر ممنوع؟ فقال سانجوك: لا يا أبي، هذه ليست تجارة محظورة، لقد قالوا لي هذا. فقال لهم أحد الأشخاص: إنها تتغير من سنة إلى أخرى، وتم حظر فراء النمر في هذه السنة. فقال والد سانجوك: ماذا سنفعل؟ فتوتر سانجوك جدا، وقام الحراس بتفتيش التجار ومن معهم. فقال سانجوك لوالده: سوف نبدو هادئين حتى لا يشك بنا أحدا. وكان الحارس يفتش من يشك به فقط. فتم تفتيش أحد التجار وكان يحمل نبات الجنسك المحظور، وتم القبض عليه حتى جاء الدور على سانجوك ووالده في العبور. فقال له الحارس: توقف، سوف يتم تفتيش حمولتك. فخاف جدا، لكن فجأة جاء رئيس الحرس وقال لهم: لقد تأخرت القافلة كثيرا، هيا فليعبر الجميع. ففرح سانجوك ووالده جدا، وذهبت القافلة عبر الحدود ووصلوا إلى الصين بعد تعب ومشقة، وكانت هذه أول مرة يرى فيها سانجوك الصين، وكان سعيدا جدا. قال والد سانجوك له: أريدك أن تتعلم الثقافة الصينية، وأنا سوف أبيع الفراء. وطلب منه الذهاب لشراء الكتب الصينية لكي يتعلمها. ذهب سانجوك إلى السوق وكان سعيدا جدا لرؤيته أشياء جديدة. وأثناء مشيه وجد أحد التجار، هذا التاجر الذي كان أخو شوي في جوهرة القصر. فقال له: هل جئت معي في القافلة؟ فقال: نعم سيدي، أنا اسمي جنجوك وجئت كسائس للخيل. فقال له: من السعادة أن ترى أشخاصا من مدينتك هنا حتى لا تشعر بالوحدة، ولكن احترس من الأزقة الخلفية هنا حيث يعيش بها اللصوص والقتلة، احترس جيدا. ووجد سانجوك مكتبة وأخذ يبحث في الكتب، وكان هناك شخص يريد بعض الكتب. فقال له صاحب المكتبة الصيني: سوف أبحث عنه. فقال مساعده: لا يوجد هنا. لكن سانجوك قال: إنه هنا، لقد رأيته، وأعطاه له. فقال له الشخص: هل أنت من جوسن؟ فقال: نعم. فقال له: هل تعرف التحدث بالصينية؟ فقال: نعم. فقال له: شكرا للمساعدة.
وأراد سانجوك شراء بعض الكتب لكن سعرها كان غالي عليه. عند رجوعه في الليل وجد كبير التجار يعاقب أحد الأشخاص لأنه يحمل فراء الثعلب ومجوهرات ممنوعة. فقال العامل: أرجوك سامحني سيدي أرجوك. فقال له: يجب أن أعاقبك، اقطعوا يده لكي يكون عبرة. فقال: أرجوك أن تسامحني سيدي، لدي أم مريضة وكنت أريد إحضار الدواء لها، أرجوك اغفر لي. فقال كبير التجار: هيا اقطعوا يده بسرعة. وتم قطع يده، وكان سانجوك يرى ما يحدث وصرخ رجل كثيرا وبكى. ذهب إلى والده ولم يريد إخباره بما رأى. قال له والده: لقد بعت فراء النمر، وأعطى له المال لكي يشتري الكتب الذي يريدها. ففي الصباح ذهب إلى المكتبة وقال للرجل الصيني: أريد كتابا هنا. فقال له: لقد تم بيعه الآن. فذهب بسرعة ليرى من الذي اشترى الكتاب، فعرف أنه الرجل الذي قابله بالأمس في المكتبة. ودخل الرجل إلى مطعم، ودخل سانجوك وراءه، وقال له: سيدي أرجوك أريد شراء هذا الكتاب، أنا أحتاجه جدا. فقال له: أنا آسف لا أستطيع. وخرج من المطعم، وعند وضع الحساب وجد أن المال قد سرق. فقال سانجوك: أنا سوف أدفع له. وخرج معا، وشكره الرجل لإنقاذه من هذه الورطة. وقال له: هل أتيت في القافلة؟ فقال سانجوك: نعم سيدي، أعمل كسايس للخيول. فقال له الرجل: ألا تعرفني؟ فقال: لا. فقال: أنا الوزير يون، نائب مبعوث هذه القافلة. فجلس سانجوك بسرعة على الأرض، وقال له: آسف سيدي لم أعرفك، أرجوك سامحني. فقال له: لا عليك، أنا سوف أعطيك الكتاب الذي تريده، سوف تصبح مترجم عظيم. ففرح سانجوك جدا، وذهب وأخبر والده، وقال له: لقد قمت ببيع كل الفراء، وسوف يمكننا فتح محل صغير وتسديد ديوننا. وبدأت البعثة في التحضير للرجوع، وقام سانجوك بربط الخيل ووضع بضاعة التجار عليها هو ووالده. فوجد والده ثعبانا على أحد الصناديق، فأبعده سانجوك، ووجد واحد آخر، فشك سانجوك في الصندوق ففتحه فوجد به كبريت. فقال والده: هذا يستخدم في صنع البارود، وإذا ضبط معنا سوف نقتل. فأخذه سانجوك بسرعة وذهب إلى كبير التجار صاحب الصناديق، وقال له: لقد وجدت هذا الكبريت في أمتعتي، وأنا أعرف أنه محظور وخطير جدا. قال له: لا تخف، لقد حصلنا على إذن من الحكومة لإدخالها للبلاد، ولن يحدث لك ضررا، لا تخاف. وذهب إلى والده وقال إنهم يملكون تصريح نقل الكبريت. وتحركت القافلة وبدأ الحراس في التفتيش، وكان كل تاجر ومن معه يفتح الصناديق، حتى جاء دور سانجوك ووالده، وقال له الحارس: افتح الصندوق. ففتحه ووجد كبريت، وقال: سيدي لقد وجدنا شيء خطير. ورفع السيف على رقبة سانجوك. فقال سانجوك: إن سيدي أخبرني إن لديه تصريح لدخول الكبريت للبلاد. وقال والده: نحن ننفذ الأوامر فقط. فقال الضابط: أحضر المسؤول عنهم. فجاء كبير التجار وقال: لم أقل لهم هذا. فقال سانجوك: لقد قلت لي إنك تملك التصريح. فقال له: لا تكذب، لم أقل لك هذا، يا لك من مجرم كاذب. وتورط سانجوك ووالده في هذا الموضوع. ماذا سيحدث؟ انتظروني الفيديو القادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أحبكم في الله.